الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق، يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأماني والمعاني، عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة موضوع النهاردة أو موضوع الحلقة في هذه الليلة هو سؤال سألني إياه كثير من الإخوة وكثير من الأخوات، ألحوا في أن أتحدث في هذا الموضوع، وكنت قد تحدثت فيه من قبل. تحدثت عنه قبل ذلك في المسجد من سنوات، وطبع في كتيب صغير، وأظن أني تحدثت عنه في حلقة من حلقات فضفضة من سنتين تقريبا، ولكن طلب الإخوة وأنا أحببت أصلا أن أتكلم في هذا الموضوع. الموضوع الذي أتكلم فيه أيها الأحباب هو من تداعيات هذه الأحداث التي مرت بالأمة خلال هذين الشهرين، أحداث غزة وغير غزة، وما نادى به الناس وما نادينا به كعلماء في بياننا للناس من أن الجهاد فرض باق إلى قيام الساعة، وأن الجهاد هو عقيدة هذه الأمة، وأنه لا استرداد لأي حق من حقوق المسلمين إلا بالجهاد. الجهاد ليس في فلسطين فقط، ولكن الجهاد في كل مكان من أرض المسلمين، في كل مكان من أرض محتلة من أراضي المسلمين، كل مكان من أراضي المسلمين المغتصبة، الجهاد باق إلى قيام الساعة. وسمعنا جميع الإخوة والأخوات والشعوب والكل يريد أن يقاتل، يريد أن يجاهد، وافتحوا لنا أبواب الجهاد، ونحن طالبنا بالجهاد وبفتح أبواب الجهاد وبإعلان الجهاد. هذا كله أصل لا نختلف عليه ولا نتكلم في تأجيله أو في أمر من هذا، ولكن السؤال: هل نحن على استعداد للجهاد؟ هل نحن خذنا
أول خطوة من خطوات الجهاد؟ هذا هو السؤال. كل واحد فينا يكلم نفسه ويسأل نفسه، لو أنه فرض الجهاد الليلة، هل أنت على استعداد أن تخرج للجهاد غدا؟ هل أنت على استعداد وبيتك مهيأ وأسرتك مهيئة؟ هل سددت ديونك؟ هل وراك أعمال هتأجلها لأجل الجهاد، ولا الأعمال دي هي اللي هتأجل الجهاد بالنسبة لك؟ هل لو أنت عندك بنت هتتجوز، يا ترى هتسيبها بتتجوز وتروح تجاهد، ولا هتقعد أأجل الجهاد شوية لغاية البنت ما تتجوز؟ يا ترى لو أنت بتبني بيت والبيت ده يعني سكنك ومأواك، هتأجل الجهاد لغاية ما تخلص بناء البيت، ولا هتروح تجاهد وتأجل البيت لغاية ما ترجع من الجهاد؟ السؤال ده لازم نسأل نفسنا ليه، ونستحضر جميعا الآيات الكريمة في سورة البقرة، أظن الآية 246 أظن 246: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا كلنا بنتمنى القتال وبنتمنى الجهاد، ولا ينقصنا إلا ملك، إلا ولي أمر، إلا رئيس، إلا أمير، إلا خليفة يعلن الجهاد. بنو إسرائيل كانوا عندهم نفس الأمنية، ودايما يا جماعة كتير جدا من المواقف لابد ان احنا ننظر الى بني إسرائيل، يا ترى احنا هنبقى زيهم ولا احنا احسن منهم؟ فعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم احنا احسن منهم، واحنا نحن السابقون ونحن المقدمون ونحن الأصل. لكن يا ترى هتبقى زي بني إسرائيل؟ يا ترى لما ربنا عز وجل قال لهم اذبحوا البقرة، انت هتذبح البقرة على طول، ولا هتقعد تفتت في الأمور؟ طب لونها ايه؟ طب شكلها ايه؟ لغاية ما ربنا يضيق عليك، او انت تضيق على نفسك ويضيق عليك الأمر. بنو إسرائيل كان نفسهم يجاهدوا وكان نفسهم يقتلوا، وقالوا لنبي لهم من بعد موسى، بعد سيدنا موسى، أحد أنبياء بني إسرائيل، قالوا له يعني ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله. وكان الأنبياء لا يقاتلون، كان لابد أن يكون هناك ملك يقاتلون معه. سيدنا النبي الذي كان في بني إسرائيل قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ده انتوا مستعجلين ومستنيين القتال وبتلحوا في القتال. يا جماعة خلوا بالكم، يا جماعة بالراحة، لو كتب عليكم القتال انتوا ممكن ما تقاتلوش. فجادلوه وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وليه ما نقاتلش وإحنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وأموالنا وكل حاجة في الدنيا؟ اوعوا حد فينا يكون من هؤلاء القوم. دول ناس بتوع كلام، يا ترى احنا كمان بتوع كلام؟ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ادي اول حاجة. قالوا أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه لم يؤت سعة. ايه ده؟ اعترضوا. اول شيء اعتراضهم على القائد، على الملك اللي هيقودهم في القتال. انتوا قلتوا للنبي بتاعكم ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله. طيب ادي النبي بعث ملكا عن طريق الله عز وجل، الله عز وجل اخبر هذا الملك ان طالوت هو الملك الذي ستقاتلون فيه، ستقاتلون معه. اول حاجة فريق منهم اعترض على الملك، أن يكون له الملك، ده ما ينفعش يبقى ملك. مقاييس